السلام عليكم. اليوم راح نديرو كراسع بطاطا. درت البطاطا تغلي في الماء والملح وفي مقله. جبت صدر دجاج قطعته صغير، شويه بصل، شويه ثوم وفلفله حمراء وخضراء، قطعت كلش الصغير كيما شفتوا في المقله. ديروا شويه زيت مع البصل، الفلفله، فلفل احمر واخضر، نجمو نزيدو ميم الصفر والثوم. درت شويه زيت ونقليهم، نخليهم يتقلاو مليح، لازم يتقلاو لنا مليح. نحضروا بيشاميل 2 كيسان ونص تاع الحليب بارد في بارد. درت مغرفه كبيره فرينه ومغرفه كبيره زبده، درت كلش في بارد في بارد وحطيتهم فوق النار ونبقى نخلط فيهم حتى تثقال هاد البيشاميل. بغيتو تزيدوا لها الفرماج زيدوا. عندي هنا مغرفه كبيره تاع طوماط كونسونطري وشويه تاع الزعتر. وبالنسبه للتوابل، ملح، فلفل كحل، فلفل عكري وشويه زعتره، نزيدوهم بعد ما يتقلى لنا شويه الدجاج مع هذاك البصل والفلفله، ونخلو كلشي يتقلى مليح. البيشاميل بعد ما ثقالت زيدوا لها الفرماج. وهنا كما راكم تشوفوا هذاك الدجاج غطوه من بعد وبداو يعني هكا تمرسوه شويه باش هذيك الفلفله وكاع طيب لكم بيان. هنا البطاطا زدت لها شويه زبده، شويه فرماج وفلفل كحل. الملح كنت درت من قبل، صفيتها من هذاك الماء وزدت لها الفرماج والزبده والفلفل الكحل وبالباطر والحليب. عفوا زدت لها ثاني شويه تاع الحليب ديروا غير بشويه وشوفوا حتى تحصلوا على اون بيغي. ديروا بالباطر وخلطوا. ومن بعد درت البطاطا، زدت الفرماج وزدت هذاك الحشو عفوا تاع الدجاج والفلفله والبصل. ومن بعد زدت الفرماج وزدت البيشاميل. ومن الفوق بغيتو ديروا فرماج رابي ولا هكا جبن سلايس، غطوها بابي كويسون ولا بابي الومنيوم، دخلوها للفوغ باش يذوب لكم هذاك الفرماج وشهيه طيبه. شوفوا هاد الكاتا بزاف بنين، يعني ساهل وبنين بزاف واقتصادي كما شفتوا. نتمنى ان شاء الله تجربوه العشاء ويعجبكم. انا يعجبني بزاف لانه البنه تاعو ولا في الاحلام، سيختو كي تكثروا له الفرماج، يبغي الفرماج لازم ديروا له يعني فرماج يكون بنين. اشكركم بزاف على المتابعه، الى اللقاء.